من احلى الاكلات اللي ممكن تجربوها وتعملوها في العيد ورقة اللحمة. انا عارفة ان الكل بيعملها، وعايزة اقول لكم ان هي اكلة مفيش حد بيجربها ولا بيعملها غير لما بيحبها، وما بتبقاش اول ولا اخر مرة تعملوها. عايزة اقول لكم حلوة قوي قوي قوي، ولو انتوا بتحبوا الاكل اللي هو الهيلسي، يعني عايزه اقول لكم دي ما بتاخدش دهون كتير، ما فيهاش تسبيكه وبتبقى خفيفه جدا. يا اللي عنده معلومات ان هي بتكون تقيله، لا دي من اخف الاكلات. لو انت بقى بتتعبي بقى من التسبيكات والحاجات والوقفه والحر والكلام ده كله، احنا النهارده مش هنعمل حاجه غير ان احنا نقطع بس الخضار مع بعض ونشوح اللحمه. تمام. اول حاجه بقى نسمي الله كده ونبدا. انا معايا حوالي كيلو الا ربع كوسه. تمام، بنقشرها كده من بره وبننضفها وبعد كده هنقطعها. تمام. تقدري تحطي اي نوع خضار انت بتحبيه. انا هحط كوسه وهحط بطاطس وهحط جزر. عايزه اقول لكم الجزر في ورقه اللحمه لما بيستوي بيبقى طعمه تحفه 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 مع الرز. وهنحط بسله، اللهم صل على النبي. وهحط ايه تاني؟ وهحط فلفل الوان مكعبات وفلفل اخضر سبايسي. عايزه اقول لكم يا بنات بجد حلوه قوي 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 قوي، هتعمليها كل يوم. عايزه تعملي معاها رز ابيض براحتك، عايزه تعملي معاها رز حبايه وحبايه براحتك. انا الاكله دي كلها عملتها، كان ناقص لي حاجه اعملها بس والله من الحر ما قدرتش ان انا اقف اعملها. البتنجان المقلي، حته بتنجانه بقى. لو عندك بقى كيس شوربه في التلاجة كمان تقدري تعملي طبق ملوخيه جنب ورقه اللحمه دي. ويا سيدي بقى اكله كده عسل. قطعت معاكم الكوسه اهي، وكمان معايا البطاطس. هنقطعها مكعبات، وبتكون مكعبات تخينه، ما بتكونش اللي هي رفيعه، لا بتكون تخينه عشان ما تتهرش منك وتبقى حلوه كده. وايه تاني؟ انا معايا كميه بطاطس برضو حوالي كيلو كده، مكتره بصراحه الخضار. وعندي حته لحمه اللي هي العرق الفليتو ده، عندي حوالي كيلو الا ربع كده. كنت هعمل بيها بفتيك بس بعد كده قلت لا خليني اعمل ورقه لحمه. اهي من وصفات العيد والاكلات المميزه اللي كلنا بنحبها. هي اكله بصراحه انا بعشقها لانها خفيفه. تفهمني؟ خفيفه بجد. طبعا بنحب المحشي وبنحب نعمل باميه وكده، بس بعد اوقات بنبقى عايزين حاجه خفيفه بقى. طبعا انا هقول لكم على الطريقه بتاعتها الحلوه، الطريقه بتاعتها الاصليه. فيها كام تركايه. انتوا عارفين انا مشهوره بالتركات. بعمل نفس الوصفات بس يمكن كام خطوه كده بتكون مختلفه، بتودي الاكل في حته تانية خالص، بتظبط الكلام. هنقطع بقى كميه البطاطس كلها كده وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. نقطع برضو الجزر حلقات، وحلقات كده زي ما انتوا شايفينها كبيرة وفي نفس الوقت تكون تخينة. لو انتوا خليتوا الخضار رفيع قوي ده هيتهري، هيبقى عجينة. انتوا فاهمين؟ معايا بقى كده بصلتين هنقطعهم جوليان. وبصراحة لما بتقطعيها جوليان بيكون الشكل لذيذ وبتكون حلوة قوي كده وكمان البصل بيديها تسكيرة حلوة قوي. هنحط لها توم بس مش دلوقتي. تمام. الكلام ده كله بنشوحه وبنعمل له خلطة حلوة قوي قوي قوي. معايا برضو فلفل، وهحط كمان فلفل احمر اللي هو الرومي ده، بس الحته دي ما اتصورتش. عايزه اقول لكم ان الفلفل ده مع الخضار لما بيستوي طعمه حلو قوي. معايا حوالي 5 فصوص توم. تمام. والثوم اساسي معانا في الوصفه. هننزل بقى بالطاسه على النار، نحط فيها شويه زيت وحوالي معلقه ونص سمنه كتيره، يعني معلقه ونص سمنه كبيره، لان انا مش هحط اي ماده دهنيه تاني في ورقه اللحمه. وعلى طول كنت غاسله اللحمه بتاعتي وحاطه عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، هنزل بيها في الطاسه. بعد كده بقى هنعمل ايه تاني؟ نجيب رشه ملح بسيطه ورشه فلفل اسود ونقلبها بقى. هي بصوا، احنا بنخليها، عارفين اللحمة اللي هي بتاعت الافراح، هي دايما بيسووها في السمنة، بيدوها كده تقلبتين بملح وفلفل اسود وربع كوباية مية. انا بقى مش هحط مية بصراحة لان هي هتنزل زي صوص كده منها. وحاطه انا معلقتين سمنة كبار، وطيت عليها النار واديت لها 3/4 سوا. انتوا فاهميني؟ واللحمة دي اصلا ما بتاخدش وقت على النار، انا متهيالي ما كملتش اصلا 10 دقايق. هحط عليها رشة جوز الطيب، ودي خطوة مهمة جدا 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 في البهارات اللي بتتحط على ورقة اللحمة. بتحطيها مع التشويحة بتفرق جدا على فكرة في طعمها، بتخليها مسكرة. انتوا عارفين ان ده طبق لوحده كده، انت ممكن تاكلي اللحمة كده، انك انت بقى توطي النار وتخليها تستوي من غير ولا نقطة مية.
وتاكلي احلى لحمه مشوحه برشه ملح ورشه فلفل اسود. اللحمه دي ما بتاخدش سوا على النار خالص. هنزل بقى باقي الكميه، والسمنه اللي احنا حمرنا فيها اللحمه دي بقى اللي هنشوح فيها بقيه الخضار وبس كده. مش هنحط لها اي حاجه تاني، مش هنحط لها ماده دهنيه ولا اي حاجه. هكتفي بس بشويه الزيت ومعلقه ونص سمنه اللي احنا حطيناها. تمام. هطلع بقى باقي الكميه، وبعد كده اجيب الخضار كله. بس بصراحه هغير معاكم الطاسه تاني لان لقيتها صغيره ومعايا الخضار كتير، فهجيب بقى ايه، هجيب طاسه كبيره. بصوا، فانا عندي كميه بطاطس وعندي لسه جزر. طب هعمل ايه بقى؟ نغير، يلا بينا الكلام ده كله. هحط بس على الخضار اللي لازم برضو نتبله كده، رشه ملح ورشه فلفل اسود. لسه البهارات هنحطها، بس كنت انا هنا بدور على حاجه احطها. ومكعب المرقه ما تنساهوش، حلو قوي، بيخلي طعمها حلو ومسكره. بصوا اهي، قلبي الكلام ده كله بقى مع بعضه يا غاليه كده. هجيب ايه بقى؟ معلقه الثوم بقى. معلقه الثوم بتنزلي بيها على الخضار وتشوحي الكلام ده كله مع بعضه، وتحطي ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، ورشه كمون ورشه كزبره. تمام، ورشه كزبره، وطبعا حطينا فلفل اسود. تمام. وبتحطي كمان رشه بابريكا، لان احنا دلوقتي كمان بعد ما تتشوح كده شويه هجيب لها صلصه. وطبعا الصلصه اساسي عندنا اللي هي الاكياس الجاهزه دي. تمام. بصي بقى، نسيت البسله، احط البسله معاهم علشان نشوح الكلام ده كله مع بعض. وعايزه اقول لكم شبه التورلي قوي، بس بجد طعمها حلو قوي. الخضار ده بيستوي، الصلصه ما بتكونش فيها كتيره، فيها سمنه بلدي مع حته اللحمه كده وشويه رز بالشعريه. ناقصها طبق ملوخيه وحته بتنجان، وتبقى اكله متكامله. بصوا، نزلت كده بكيسين صلصه كبار. تمام. هحط لها على فكره رشه سكر. بعد ما انزل اي حاجه تنزلي بيها تحطي فيها صلصه، تحطي على طول رشه سكر عشان ما تقلبش معاكي بحاجه كده زعقه. انتوا فاهمين قصدي؟ ادي بقى الكلام ده كله كده تقليبه، ويلا بينا نروح نحطها في الصينيه علشان تدخل الفرن. طبعا بنحط ورقه فويل كده، وبنحط في النص ورقة زبدة علشان الخضار من اكبر يعني خطر ان هو يتحط مباشرة كده على ورق الالمونيوم. بصوا، هو منزل صوص اهو، ما بحطش ميه ولا اي حاجة، بدخلها الفرن وبقى تسيبيها مع نفسها. متاخدش وقت على فكرة، يعني انتوا تقدروا تطلعوها على حسب الفرن بتاعك، وتدوقي البطاطس كده تشوفي فاضل لها قد ايه. طبعا الصوص ده اللي نازل من اللحمة بنحطه، واهو اغطيها بقى برضو بورق الزبدة، وبعد كده بحط ورق الفويل، دخلها الفرن. هعمل كمان شويه رز بالشعريه. يلا بينا، شويه زيت، معلقه سمنه. وانا كان عندي كيس شوربه في التلاجة، شوربه لحمه كان من كام يوم يعني كنت شايلاها. وعلى فكره الشوربه لما تكون عندك كتير حطيها في كيس وشيليها في التلاجة، بجد بتنفع في الاكلات اللي زي كده. تمام. قلبي بقى الشعريه وبحط عليها رشه ملح عشان تاخد كلها لون واحد. بنزل بالرز ومعاها واحده مستكه وواحده حبهان وواحده ورق لورا ورشه فلفل اسود ومكعب مرقه. بشوح الكلام ده كله لحد ما تحس ان الرز مقرمش كده في الحله. انتوا فاهمين؟ بديله تشويح. انزلي بالشوربه بتاعتك، احط له الشياطه يستوي مع نفسه بقى في نص ساعه، في ساعه الا ربع. من نجاح الرز ويكون طعمه حلو ان انت توطي عليه النار خالص، بس طبعا بعد ما يتشرب كده. اتشرب بقى، هوطي عليه النار خالص واسيبه مع نفسه. وهنا كانت استوى الاكل وخلاص طلعتها. عايزه اقول لكم والله جربوها، حلوه قوي قوي.